طيب هو قال لك بص يعني تعال نبص على الانبوت على طول. قال لك ايه؟ قال لك انا مثلا هدخل نمبر، هدخل رقم. الرقم ده وليكن 4 زي ما هو عامل، يبقى انا هدخل 4 جمل. تمام. طيب انا دخلت 4 جمل اهو. ايه اللي هيحصل يا عم؟ دخلت 4 جمل تعالى بقى شوف لي لو في جملة فيهم معدية ل10 حروف هتعمل ايه؟ لا، هتعمل لها اختصار. ازاي؟ يعني هتاخد لي اول حرف وتاخد لي اخر حرف وتحط في النص عدد الحروف اللي ما بين اول حرف واخر حرف. تمام. تمام، افتكروا دي كويسه اهي. ماشي. تمام. هناخدها اهو كده عشان نعمل عليها اللي احنا عاوزينه. ماشي. حلو قوي. تعالى بقى بص بص يا باشا. بص يا باشا. قال لك ايه يا باشا؟ قال لك انتجر ان، ده عدد الحروف اللي هيدخل سي ان. ان يعني انا بقول له كده دخل يعني الارقام اللي انت هتدخلها. طب ليه بقى؟ لان انا هعمل فور لوب تستقبل منه ده. تمام. انتجر اي ايكوال 0، اي اصغر من الان. تمام. اي بلس بلس. ماشي اهو. كده بقى ايه كده هنبدا نستقبل منه السترنج اللي هو عاوز يدخله. شوف هو يدخله كام مره وهنرد عليه في نفس الثانيه. سترنج اس سي ان للاس. تمام. سوري. تمام. ده كده سي ان للاس. حلو حلو. طيب عشان ما تتوهش مني تاني دلوقتي انا قلت له انا عرفت متغير نمبر، هو هيعمل سي ان للنمبر، هيدخل النمبر. تمام. هو المعلم دخل النمبر خلاص. ثواني. هو المعلم دخل النمبر ده. تمام خلاص. تعالى بقى هنعمل فور لوب هتعدي هتعدي او هتتكرر بعدد النمبر. جميل. طيب هتقول لي طب ما انت كده اقل، يعني انت عامل هنا اي اصغر من الان. هقول لك لا، ما انا بادئ من الصفر. خلي بالك. طيب تعالى بقى. هو كده دخل string اس، دخل الاسم. يعني تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. شوف كده هندخل الرقم 5 مثلا، هيطلب مني اكتب 5 اهو مثلا. اهو كده فعلا ايه اخد ال5. حلو قوي. تعالى بقى يا باشا ركز معايا كده واحده واحده. احنا عاوزين نمسك كل سترينج ونشوفه. طب هنمسك ازاي كل؟ طبعا هنستخدم الاف كونديشن. طيب بسم الله. هنعمل اف كونديشن تقول له ايه؟ بص نجم. لو الاس خلي بالك. خلي بالك ممكن تستخدم الاس اللي هي اس دوت سايز. تمام. بس عشان تسهيلا ليك عشان تعرف تتعامل هتحفظها جوه فاريبل تاني او جوه متغير تاني من نوع انتجر برضه. اس دوت سايز. تمام اهو. بس كده تمام. وما تنساش طبعا عشان دي فانكشن. حلو قوي. تعالى بقى نقول له اف الاكس اكبر من ال10، يعني عدد الحروف اكبر من 10 اعداد. هتقول لي لا لا استنى استنى استنى، فهمني كده انت عاوز تعمل ايه. اقول لك طيب. هو كده اخد الاس. تمام. بقول له اس دوت سايز يعني حجم او عدد الحروف اللي موجوده في الاس. حلو كده. عدد الحروف ده احفظوا لي في الاكس. طيب يعني مثلا وليكن في 4 حروف، فهيجي هنا يقول هل الاربعه اكبر من 10؟ لا، يبقى اعمل سكيب للكونديشن ده. حلو قوي. تعالى بقى. ادينا مثلا هو دخل مثلا قال لك دخل سترينج وليكن اللي هو مثلا تعالى اهو لوكاليزيشن. تمام. اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى يا بابا، اهدى بالغلط بالغلط. طيب ركز معايا بقى هنا كويس قوي. تمام. عندك دون اول حرف. احنا الاختصار قلنا هناخد الحرف الاول. ماشي. ال ونعد الحروف اللي ما بينهم هيطلعوا 10. حلو حلو. ونحط الحرف الاخير. اخدت بالك انت؟ تمام. تعالى نتاكد هل فعلا هو ازاي مع فين اهي. تمام. حلو قوي. تعالى بقى بص. هنيجي هنا احنا عاوزين ناخد اول حرف. اول حرف ده هو اللي هو الاندكس بتاعه بزيرو في السترينج.
تعالى بقى يا باشا، هنيجي هنا هنعمل سي اوت للايه، للاس اوف الزيرو. جميل قوي. طيب بعد كده عاوزين بقى نعمل ايه؟ بص يا نجم تاني، بص هنا كده، لو احنا قلنا دون كام حرف، ثواني، لو احنا قلنا دون كام حرف، ادي كده حرف واتنين، ادي كده كله 12 صح؟ حلو، يعني هو في حرفين، جميل، يعني احنا بننقص حرفين. طب نقص حرفين من ال 12 هيطلعوا ال 10 دول، فانت هتعمل هنا كده، هتيجي هنا هتقول لي لا استنى، انت هتنقص لي اللهم صل على سيدنا محمد، هتنقص لي 2 من الاكس، يعني اكس ناقص 2. جميل. هتقول لي طب ازاي بقى اجيب الحرف الاخير يا عم الذكي؟ اقول لك حلو، دون كده اهو 11، دول 11 ودول 12 صح؟ اه، يبقى احنا نجيب الاندكس بتاعه بكل بساطه، اس، خلي بالك، اس ركز، مش هنكتب 11، احنا مش عاوزين نكتب 11، احنا عاوزين لو دخل اي رقم، افرض كان 20 مثلا، تمام. تعالى وهندخل الاكس دي اللي هي السايز كلها ناقص واحد، بس كده يا معلم، واعمل اند لاين عشان تظبط الدنيا، اند لاين، بس كده يا باشا. تمام. هنعمل بقى هنا else، ماشي، يعني عكس كده، لا اطبعها لي زي ما هي عادي جدا عادي جدا عادي جدا اللي هي الاس. تمام، واعمل برضو اند لاين، وبارك الله فيما رزقت. تعال نجرب كودنا يا باشا. ماشي، هندخل نفس اللي هو حاطه هنا اهو، تعالى نحط دي هنا. تعالى يا باشا، هندخل رقم 4 اهو يا باشا، هندخل كلمة وورد ونشوف ايه ردة فعله. بص بص بص، حلو قوي. هندخل الكلمة دي لوكاليزيشن، تمام، اعمل اس كنترول سي، بدل ما نقعد نكتب وبتاع. تمام، انتر. قال لك ايه ال 10 صح؟ هندخل دي برضو، ماشي اهو. قال لك اي 18 ان، تعالى كده نتاكد هل هي فعلا اي 18 ان، هي يا باشا. حلو قوي. تعالى بقى ناخد الجمله الطويله العريضه البتنجانه دي. تمام. مش عارف الجمله دي شفتها في فيديو على التيك توك، واحد بعتها لحد، حاجه دي طبيه مش عارف، قال له بنيومونو الترا مايكروسكوبكس كوبولا هو حاجه كده، فولكانو زويس ولا حاجه زي كده. المهم ان هو الواد ده يعني اسمه ده قراها، مش مهم. المهم طلعت الناتج بتاعنا هو اللي احنا عاوزينه، زي الفل. تعالى بقى يا باشا، هنعمل ايه؟ هناخد الكود ده كده كنترول A كنترول C، هنطلع على كود فورسز او اسمه كود فورسز، هنيجي على السبميت. قابلتنا مشكلة، ايه هي؟ ان احنا نرجع تاني للبروبلمز عشان انا نسيت البروبلمز. تمام، ولا ثواني خليكم معايا، ثواني، حلو قوي، خلاص. 7 1 ايه، جميل قوي. وهنرجع الكود بتاعنا، هنستنى يعمل سبميت. خلاص نعمل احنا السبميت لو ما عملش سبميت. تعالى ما نشوف ايه اللي حصل. تعالى بقى، ايه ده؟ ده هو running، ده هو ده، انا افتكرته بيقول لي ان في غلط